جيت انا وريمو من يومين وقلنا ان الزمالك هيغلب الاهلي، وللاسف كنا واثقين. هاتولنا الاهلي دلوقتي يا جماعه بعد الريمونتادا التاريخيه اللي احنا عملناها دي قدام فيوتشر وماتش المقاولين ال6-1. بنقول لكم احنا جاهزين للاهلي وهنغلب الاهلي، والكلام ده عايزينه يوصل لكل مصر. ريمو وسيمو بيراهنوا وبيتوقعوا ان الزمالك هيغلب الاهلي، وان الزمالك ما غلبش الاهلي ريمو وسيمو هيمشوا في شوارع مصر حافيين، والكلام ده بنقوله على مسؤوليتنا. عليه اول حاجه قبل ما اقول اي حاجه انا بعتذر لكل جماهير النادي الاهلي. احنا اسفين ان احنا قلنا كده، بس احنا هنطلع رجاله وهننفذ وعدنا، واذا كان معانا لعيبه ما طلعتش رجاله وخذلتنا هي والمدير الفني، لكن احنا هننفذ وعدنا طالما خدنا كلمه على نفسنا، وهنمشي حافين في الشوارع. لكن الكلام ده ما حصلش، وقلنا لو ما حصلش هنمشي حافين في الشوارع. يا ريت الناس تتفرج، يا ريت كل الجماهير يشوفوا عملوا ايه في جماهير نادي الزمالك. يا ابو محمود وصلوهم لايه؟ يا ريت الفيديو ده يوصل لكل مصر. عبده يا ست ام نيازي صاحي نيازي يجيب لي البوليس، يوريهم ان وصلوهم ان هم بيمشوا حافيين في الشارع. بنمشي حافيين في الشارع، ناقص ايه تاني واحنا بنمشي في وسط الشوارع حافيين. منكم لله ان انتوا توصلونا لدي، منكم لله ان انتوا توصلونا للحال ده. فين فرقه الزمالك؟ فرقه بلا روح. الاهلي النهارده بياكلنا، نازلين لابسين ازرق. فاكركم ان الاهلي مش هيعرفكم لو لبستوا ازرق؟ حرام عليكم، حرام. عجبكم كده؟ عجبكم مشيتنا حافين في الشوارع كده؟ منك لله يا اوسيريو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت واللعيبه. فاتح لي الماتش على البحري وكانك بتلاعب المقاولين، فاكر نفسك بتلاعب المقاولين ولا بتلاعب فريق من الفرق الثانيه؟ انت بتلاعب الاهلي بطل افريقيا بالمنظر ده، بدون خط نص وبدون اي حاجه. بتاسف لكل جماهير الاهلي ان احنا قلنا كده، وان احنا وثقنا في لعيبه ما كانش عندها اي روح ولا اي دم للاسف في الملعب، واحنا عشان رجاله بنوفي بوعدنا. انا نفسي اسال سؤال النهارده، هو مين اللي نزل المباراه المفروض وعنده دوافع اكتر للفوز، الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي اللي خد بطوله افريقيا واخد الكاس واخد الدوري. هو الاهلي عايز ايه؟ الاهلي بيلعب النهارده، بيلعب بالولعه دي، عايز ايه؟ بيلعب بالغل الكروي ده، عايز ايه؟ هو اللي واخد كل البطولات، وانا موسم صفري ما خدتش حاجه، نازل بهدي في الملعب وكاني واخد بطوله، لكن هو نازل يدافع عن فانيلته، نازل يدافع عن تيشيرته، نازل وروح المكسب عنده. هو قدر انه يكسبني، وانا دايما قدري اني اجي في الحال ده وامشي حافي واتعب طالما بلاعب النادي الاهلي. احنا اسفين ان احنا وثقنا في لعيبه كنا فاكرين، وجهاز فني وجهاز اداري فاكرين ان هو هياخد بالطار بعد ما الدوري مش موجود معانا، وبعد ما طالعين في الثالث او الرابع، وبعد ما احنا اخر ماتش يا جماعه مغلوبين 3-0. اي حد بيفهم هيقول اي فريق مغلوب 3-0 بيقابل المنافس بتاعه هينزل عشان يغلبه، هينزل عشان يكسب، مش هينزل فاتح الخطوط على البحري وعامل المهزقه والمسخره الكرويه اللي احنا كنا فيها في الشوط الاول. يا دوبك لسه بقى جاي تاني بقى تتدارك الامر في الشوط الثاني، لسه جاي في الشوط الثاني مع الاهلي. عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب 3-0 في الشوط، تجيب 3 تاني؟ هو الراجل ده لو انت بتفهم 3، انا اسف ان انا قلت عليك مدير فني عالمي، واسف ان لما شفت لك ماتش المقاولين وماتش فيوتشر وغيره قلت عليك مدير فني عالمي. انا هسال سؤال، مين علمك؟ ما شفتش التاريخ بيقول